داير في بالو بلي البطاطا تسمن، بصح ما على بالوش. معكم دكتور سامي زروقي، طبيب جزائري ينشر الوعي في المجتمع، وراني مشارك في مسابقه. اذا كاش نهار استفدت مني بمعلومه ماذا بيا اليوم تعاوني بالتصويت تاعك، لانه التصويت هو اللي راح يخليني نربح بلقب افضل صانع محتوى طبي في الوطن العربي. كل حاجه راح تعتمد على التصويت تاعكم، تاكل على ربي سبحانه ثم على التصويت تاعكم. كاع كيما راكم روحوا لابيو تاعي وكملوا الخطوات حتى وين يقول لكم باللي راكو كونفيرميتو التصويت، وبعثوا لا فيديو هذه لكل انسان داير في بالو باللي البطاطا تسمن، بصح ما على بالوش باللي البطاطا المقليه فيها سعرات حراريه 5 مرات اكثر من البطاطا المغليه مثلا، ولا ما مش طيطها. المشكل تاع البطاطا اللي ما نحبوش بزاف انه فيها سكريات، اغلب واش فيها هو السكريات. صح نوع خير من الموجود في الخبز الابيض، ولكن اذا كليت كميات كبار منها راك رايح تفوت الاحتياج اليومي تاعك من السكريات. هي صح فيها الياف، ولكن اغلب الالياف موجوده في القشره. هي صح فيها شويه فيتامينات، بصح مع القليان غير رايحه تروح هاد الفيتامينات. ونزيد لكم انه البطاطا المقليه راح تقلوها بالزيت، وهذا الزيت مهدرج، واللي يقول زيت مهدرج راح يقول فيه بزاف اوميغا 6، واللي يقول اوميغا 6 راح يقول التهابات في الجسم تاعنا. دوكا باش نحبس لكم البطاطا المقليه انا نفسي وما راحش نحبسها، اكيد انا سوري سيرتان واحد فيكم خطره يولو كان خطره في الشهر راح يشوفني برا ناكل بطاطا مقليه مره على مره. هذه هي الرساله اللي نحب نوجهها لكم، مره على مره.